السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على آخر أخبار نادي ريال مدريد والتفاصيل المشوقة زي ما انتم متعودين مننا إن احنا بنجيب الخلاصة وفيديو قليل إن شاء الله. عندنا كمان أخبار مهمة جدا قبل مواجهة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد. هنناقش أخبار اللاعبين والتجهيزات للفريق وكمان المواجهات الصعبة اللي جاية لفريق نادي ريال مدريد. وقبل ما نبدأ حابب أسألكم سؤال: هل رجوع ميليتاو هل هيشكل فارق في دفاع نادي ريال مدريد ولا لا؟ أتمنى رأيكم في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصل بالمزيد ان شاء الله. ويلا بينا نبدا بالفيديو. ريال مدريد استقبل خبر سعيد بتعافي البرازيلي إديار ميليتاو من الاصابه اللي كانت منعاه يلعب في الفتره اللي فاتت مع ريال مدريد، وبيجي اللاعب دلوقتي جاهز ان هو يبدا يلعب في مباراه سيلتا فيجو بعد ما انضم الى التدريبات مع الفريق. وده طبعا خبر مفرح لعشاق نادي ريال مدريد والمدرب انشيلوتي. الصحف الاسبانيه زي صحيفه الماركا اكدت بانه يكون جاهز في مباراه سيلتا فيجو ضد نادي ريال مدريد يوم السبت القادم. ريال مدريد لحد دلوقتي لعب 9 مباريات في الدوري الاسباني، حقق نادي ريال مدريد 6 انتصارات و3 تعادلات، معاه حاليا 21 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة. السؤال هنا: هل شايفين نادي ريال مدريد هيقدر يكمل على نفس المستوى؟ ومين اكتر لاعب مؤثر في المباراة اللي جايه؟ ومين اكتر لاعب مؤثر كان في المباراة اللي فاتت؟ والنادي ريال مدريد كمان عنده مواجهات قوية زي برشلونة وزي دورتموند، وهنشوف دلوقتي نادي ريال مدريد مين المواجهات اللي معاه. مواجهات نادي ريال مدريد صعبة ومش سهلة تماما، وفرق قوية بتدور على انتقام من نادي ريال مدريد زي بروسيا دورتموند وبرشلونة وليفربول واتلانتا. الاندية دي كلها خدت هزايم من نادي ريال مدريد، بس عايزين ينتقموا من نادي ريال مدريد. ويا ترى انشيلوتي وفريقه هيقدر يكمل سلسلة الفوز دي ولا لا؟ ومين في رأيكم أصعب فريق هيواجه نادي ريال مدريد؟ هل برشلونة ولا بروسيا دورتموند ولا أتلانتا ولا نادي ليفربول؟ ولا كلهم صعبين أصلا؟ ومن جانب تاني أنشيلوتي بيفكر في غياب كارفاخال عن الفريق بسبب الإصابة، والبديل هو لوكاس فاسكيز، لكن أنشيلوتي ممكن يعتمد على ميليتاو في مركز الظهير، ودي هتكون في حالة الطوارئ. ورأيكم مين الأفضل إن هو يلعب في المركز دي؟ لوكاس فاسكيز ولا إديار ميليتاو؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. وكمان عندنا خبر على انتقال ألكسندر أرنولد لنادي ريال مدريد. انتقال أرنولد للصيف المقبل، بس مفيش حاجات جديدة رسميا، ودلوقتي لو توقعوا ان هي الصفقة تمت بنجاح، هل هو هيأثر على نادي ريال مدريد وهيصنع الفارق في الظهير ولا لا؟ ختاما ده كان كل التفاصيل عن الفيديو النهارده، وقبل ما انهي الفيديو حابب اعمل استفتاء صغير ليكم: هل تتوقعوا ان نادي ريال مدريد هيقدر يكمل الموسم بدون هزائم ولا لا؟ وليه؟ وكمان حبيت اعمل مسابقة بسيطة ليكم، لاول 5 اشخاص يجاوبوا على السؤال ده: اي سنة انضم إديار ميليتاو لنادي ريال مدريد؟ اتمنى ان انتم ما تغشوش من جوجل. اكتبوا لنا اجاباتكم في التعليقات، اللي هيجاوب ان شاء الله هيكون اسمه في الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان نتوصل بالمزيد ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.